السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. خوتنا الجزائريين، خواتاتنا الجزائريات، ما راكمش عاجبيني. علاه ما راكمش عاجبيني؟ ما راكمش تكسروا اللايك. اهبطوا كامل، ديروا لنا لايك فضلا منكم وليس امرا. اللايك بقوه يساهم في انتشار الفيديو، وما تبخلش بالاشتراك في قنوات ولاد بلادك. دعم ولد بلادك بالاشتراك باش نروحوا نوصلوا 100,000 مشترك باذن الله. خوتنا تبعوا الفيديو. اكتملت جوقة النباح الغربي عبر مختلف منابر الإعلام الكوميدي التي لا تبرح تخرج في كل مرة بشطحات جديدة تخدم أجندات صهيونية لضرب استقرار كل بلد لا يخدم مصالحها. وها هي ترسانة النخب السياسية والإعلامية الفرنسية تكالبت من اليمين إلى اليسار لأحداث ضجة كوميدية منذ أن وطأت قدم بوعلام صنصال الجزائر وتم توقيفه بتهم ثقيلة. بوعلام صنصال عامل ذو أصول مغربية وبيدق متنكر تحت عباءة الأدب لخدمة مشروع قذر. هرب والده للجزائر من ظلم المخزن المغربي فأكرمته الجزائر للاستقرار فيها، لكن اللئيم إذا أكرمته تمرد. مثله مثل نظام عميل خان مبادئ من احتضنوه، عامل برتبة كاتب لم تربه لا الأخلاق ولا الثقافة، لكن قانون العقوبات الجزائري يعلو ولا يعلى عليه، فهو قانون دولة تعتبر المساس بوحدتها جرما وفعلا إرهابيا. هناك حملة ضد الجزائر يقودها اليمين الفرنسي المتطرف، وكذلك نظام المخزن ضد الجزائر، ضد مقومات الجزائر، ضد الأمن وسلامة الجزائر، ضد الوحدة الترابية للجزائر. والأدهى والأمر أن هذه الحملة يشارك فيها جزائريون تصهينوا وخانوا البلد. صنصال الذي كان عين باريس التي لا تنام وقلم استخباراتها تحصل على الجنسية الفرنسية بمرسوم خاص من قصر الإليزي بعد أن فاحت رائحة فساده وانكشفت أوراق عميلهم القذر، وما خفي كان أعظم. بمجرد إلقاء القبض على أحد خدمة فرنسا وأقلامها المأجورة تعالى نباح أصدقاء باريس ومتملقي السياسات المتطرفة من أمثال الكتاب المرتزقة كحال كمال داود ممن أفسدوا الأدب وأصبحوا عملاء للمصالح الخاصة، والذي لم يتوانى عن سرقة ضحية دون أي اعتبار لمعاناتها. نحن لسنا ضد حرية التعبير والاختلاف، لكن بوعلام صنصال وكمال داوود لا يتوانى في مهاجمة الجزائر وخدمة أجندات صهيونية. كل القنوات الغربية لها نظرة خاصة عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير بعيدا عن المهنية. ومؤخرا تم توقيف متدخلين في أحد القنوات الغربية دون أي حجة تذكر، فيما يتم الترحيب بكل من يهاجم الجزائر. صنصال ليس مؤرخا، وبالتالي لا يمكنه إعطاء دروس في التاريخ. نسمع كثيرا من الصحافة الفرنسية أن سبب توقيفه حرية التعبير، لكن الحقيقة غير ذلك. لو تجرأ أحد الصحفيين أو الكتاب من الفرنسيين على القول بأن منطقة الألزاس واللورين تابعتين لألمانيا لكان للسلطات الفرنسية رأي آخر بالتعامل معهم، وبالتالي الجزائر حرة ومستقلة وسيدة في قراراتها. وتبقى الجزائر سيدة قراراتها ومؤسساتها، لها فصل الخطاب في التعاطي مع أي ملف مستفز، خاصة عندما يتحالف الفكر مع المصالح الخاصة ويتحول الأدب إلى رسالة سامة وسلاح جريمة لتجمع فكري قذر.